بنفتكر مع حضرتك مع كل السادة المشاهدين ذكريات الميدان ونسمع أغاني من المسرحية اللي اتقدمت يوم 10 فبراير. اوكي يا ريت. اتفضل. طيب هنغني اغاني من اللي كانت في العرض. هو احنا العرض بتاعنا كانت سهرية حكي وغنى، لان الحكايه من اكتر الصيغ الفنيه اللي برضو المتلقي بيتلقاها بسهوله وبيحبها. كلنا بنحب الحواديت، يعني ما اعتقدش مفيش حد فينا ما اتحكالوش حواديت وهو صغير. واحنا معظمنا احنا كنا ائتلاف فرق على فكره، مش فرقه واحده، يعني كنا ائتلاف من الفرق، ومعظمنا بالصدفه كنا حكائين اللي فكرنا نعمل الموضوع ده. فقررنا نبقى شكلنا الفني حكايات مطعمه باغاني بتعبر عن الحكايه. فنغني حاجه من اللي اتقالت. هغني اغنيه اسمها سلطان وقادر، كلمات دكتوره سام عبد السلام والحان استاذه ايمان صلاح الدين. سلطان وقادر عالبهلي بيسندوا حكم هلهلي. سلطان وقادر عالبهلي بيسندوا حكم هلهلي، وفوق دماغي وراس اهلي يوقع البلا بالقدرة. سلطان وقادر عالبهلي بيسندوا حكم هلهلي، وفوق دماغي وراس اهلي يوقع البلا بالقدرة. بس القويل اللي يهدوا مع انه لا كبير ولا قده. بس القويل اللي يهدوا مع انه لا كبير ولا قده. والظلم مين اللي يرده إلا عقول ونفوس حرة. سلطان وقادر عالبهلي بيسندوا حكم هلهلي، وفوق دماغي وراس أهلي يوقع البلا بالقدرة. سلطان. على حسب ما فهمت قبل ما نطلع على الهوا انه كل اغنيه كانت زي مقدمه او ملخص للحدوته اللي كانت بتتحكي. معنى الحدوته، يعني تتر للحدوته. تتر للحدوته بس كانت بتتقال بعد الحدوته. حلو. يعني دايما كده ما نقول معنى او قصه بتشتمل على معاني كتير، دايما بنحب احنا ثقافه الخلاصه يعني فالخلاصه جمعناها في اغنيه. حلو. حضرتك اتكلمت على ائتلاف من الفنانين اللي كانوا موجودين داخل الميدان. هل نتوقع ان يكون في تعاون في المستقبل، مش بس خلال فتره الثوره اثناء الميدان، يبقى في ائتلاف ما بين الفرق او الحركات الفنيه المستقله نقدر نشوف ما بينهم انتاج؟ اتمنى. يعني انا عايز اقول لحضرتك الثوره غيرت فينا كلنا حاجات كتير، نبهتنا المعاني كنا مفتقدينها، والانشطه انسانيه واوجه كتير من الحياه ما كناش حقيقي بنتطرق لها خالص، زي اننا نعمل ائتلافات مثلا. يعني بدل ما كل واحد بيقول رايه لوحده في سكه، لا، لو احنا ارائنا متفقه طب ما نطلع عمل. الثوره كانت بروفا لنجاح فكره ان ائتلاف فني يحصل ما بين فرق كتير ويطلعوا انتاج، وحقيقي كان نتاج متميز. يعني الحمد لله اعتقد انه احنا حضر لنا نقاط كتير جدا. العرض اعيد عرضه مره اخرى في ملتقى حكايات يناير اللي بتنظمه الهيئه العامه لاصول الثقافه. حضروه نقاد كبار جدا، يعني انا مش عايز اقول اسماء عشان ما انساش حد، ما اغفلش حد، سوري. فكان رايهم في العرض الحقيقه يعني فرحوا قوي فكره الائتلاف، وانبسطوا انه الناتج اللي طالع حقيقي، يعني بيعبر عن وجهات نظر كتير كلها بتصب في اتجاه واحد، لكن الناتج حقيقي جميل لانه مش وجهه نظر شخص واحد. انا شايف ان بما ان نجحت الفكره يمكن تشجع فرق كتير بعد كده تعمل ائتلافات وتطلع عروض، ويا ريت يعني حاجه اكيد لطيفه. يا ريت طبعا. والعمل الجماعي دايما بيكون في نوع من انواع النجاح للكل. بكل تأكيد لو توفر مناخ ديمقراطي في وسط الجماعة، يعني لو ما حدش حاول يفرض رأيه ويصادر على آراء الآخرين، يعني أكيد لو هم متفاهمين. بس الحمد لله يعني فئة الفنانين والمثقفين، الناس اللي هم الفنانين المستقلين، يعني هم من أكتر الناس اللي بيؤمنوا بالتعددية وبيؤمنوا بالديمقراطية، ويعني فأكيد لما هيعملوا ائتلافات هيكون في صيغة محترمة للتفاهم أكيد يعني. أكيد. طب دي كانت أغنية السلطان الظالم. إيه تاني؟ والله كان في اغاني كتير في العرض، ممكن نقول من نقره لضحضيره. برضه مشكله يعني. طبعا. هنا بقى احنا مش بنلقي باللوم على السلطان الظالم، احنا بنلقي باللوم على اللي بيسكت له بقى يعني. علينا بقى. بالظبط علينا.
الاغنيه برضو كلمات دكتوره سامي عبد السلام والحاني انا. من نقرة لضحضيرة، من ضحضيرة الحفرة، معرفناش يوم نطلع مع اننا ناس أمرا. من نقرة لضحضيرة، من ضحضيرة الحفرة، معرفناش يوم نطلع مع اننا ناس أمرا. ناس أمرا وشطار مدوا الدكان للدار، ناس أمرا وشطار مدوا الدكان للدار. أو للغيط بنروح ونقعد للدوار، وتدور فقران وضعيف العمدان، اتدور فقران وضعيف العمدان. علشان أهله سابوه مطمع للتعبان، والتعبان ده عجيب يبلف ندمة لعيب. التعبان ده عجيب يبلف ندمة لعيب، بتزلل في عيوننا فبنلعب يا نصيب. يا نصيب اخره خسارة ولا مرة كسبناه، لكن نرجع نتبع تعابين وشركاء. يا نصيب اخره خسارة ولا مرة كسبناه، لكن نرجع نتبع تعابين وشركاء. شركاء بيساعدوه يسحب منا القوت وبيكسب وياه واحنا لينا الموت. شركاء بيساعدوه يسحب منا القوت وبيكسب وياه واحنا لينا الموت. الموت كده ببلاش فقولوا لنا يا سامعين، اللوم يبقى علينا ولا على التعابين. أنا بشكر حضرتك وبنتمنى كل التوفيق، وبنتمنى إن احنا نشوف العرض المسرحي والإنتاج الفني المتميز ده كمان من خلال شاشة التلفزيون يصور ويتعرض. يعني يمكن كان في فترة ما مسرح التلفزيون اللي كان بيتبنى المواهب وبيقدمها وبتحقق نجاح، فإن شاء الله تعود الفكرة دي مرة تانية ونقدر نشوف الإنتاج المتميز ده من خلال شاشة التلفزيون. إن شاء الله بإذن الله. ويعني المستقلين شغالين وهم مهمومين بقضايا وطنهم وقضايا المجتمع. أتمنى بقى الإعلام كمان يلقي علينا الضوء بشكل اكبر، وشويه ان يبقى عندنا وعي ان المستقل مش هاوي يا جماعه، لا المستقل محترف، لانه بيتقاضى اجر احيانا يعني عن عمله، بيمتلك ادواته، بيشتغل على نفسه وعلى موهبته، بيطورها طول الوقت من خلال ورش التدريب، من خلال البحث. احنا بننزل في وسط مجتمعات لم يلقى عليها الضوء على فكره، بنبحث ونجيب منهم قصص من البيوت يعني. فاتمنى يلقى علينا الضوء بشكل افضل، ولان احنا حقيقي عاملين حركه مسرحيه حقيقي ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله تكون فكره جديده نشوفها من خلال مسرح التلفزيون اللي تعود له الحياه مره ثانيه. شكرا باذن الله. ان شاء الله باذن الله. بشكر كل الساده المشاهدين، تابعونا على مدار ساعه ونص ان شاء الله. بكره حلقه جديده، مواضيع جديده وزينه.